وانت تشوف أولادك في البيت أيها الإخوة، وانت تشوف أولادك في البيت انظر قبل الآيات. الله تعالى يريد يذكرك به أولا لتراها آيات، ثم ماذا؟ ثم تراها نعم من الله سبحانه وتعالى عليك. كم من إنسان الحين أسألكم، كم من إنسان هنا في عمان يتردد على المستشفيات يتمنى نص طفل، ما طفل، نص طفل، حتى بدون سيقان يقول لك أبغاه. صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح ولا ما صحيح؟ كم امرأة تتمنى أن تكون أم ما حق لها. صحيح ولا ما صحيح؟ يضرب بنفسه من مكان لمكان، من مستشفى لمستشفى، من دولة إلى دولة. أنت ترجع إلى البيت بعد هذه المحاضرة، فإذا أولادك كل حد من مكان باه فلان ضربني وباه فلان كذا، تعال الحال من حالكم، وفلان كذا وفلان سوى كذا وفلان كذا، وهذه كلها متعة أيها الأخوة. هذه متعة الحياة. هذه لو تقول حل واحد يقول لك أنا أخذهم، أنا أستحمل، أنا أبغى واحد منه هذا وأنت فيه. ولذلك أيها الأخوة يعني دائما هذه القصة أحفظها، ويعني دائما أضربها المثل. يقال إنه أحد الناس من الذين رزقهم الله الأموال ولم يرزقهم الأطفال، راح يمشي إلى مكان واثنين من العمال جالسين في قهوة، اثنين من العمال جالسين يشربوا الشاي وقت الراحة كما يقال، وقت الشاي ذيك الحين وقت الراحة، وهم يعني يشوفوه ينزل من سيارة الفارهة مرسيدس ولا غيرها. يقول له شوف الخلق، شوف الخلق ما مرتاحة، شوف قاس احنا نهيس في الشمس. يقول حربيعه. وهذاك سمعهم لما ينزل من السيارة فتقرب إليهم قال من قال كذا كذا؟ تحاتروا الجماعة. قال له لا تخجل، ما قال أقول لك شيء، بس من اللي قال؟ قال لا أنا أبو قلت من الصبح إلى العصر وأنا هيس في الشمس، ويوم شفتك فاذ وعايز الراحة وعلى كذا قلت ترى فعلا يعني طاقت نفسي إني أكون مثلك. قال له زين أنت مو رايك تكون مكاني وأنا أكون مكانك؟ عندك أولاد؟ قال له عندي 5 6. قال له خلاص أنا عندي مال لهذا المرسيدس، عندي كذا كذا وعندي كذا كذا، واللي شايف القصر الفلاني بهناك قال له هي ذاك مالي، والمزرعة وانت على الطريق السريع قال له مالي، وعلى طريق بركة كذا كذا قال له مالي، وعلى طريق معفين قال له مالي، وعلى ما قال له مالي. قال له هذه كلها مالي، والعمارات الفلانية المصفوفات كلها تعرفين حالها؟ قال له حالي، أنا أعطيك إياهن ومع ذي السيارة والسيارات البقية، أعطيني أولادك. من الحاضرين مستعد يرفع يده؟ ماشي هذاك اصطم. قال اعطيني هي، ما باغي ترتاح وبالسيارات الفارهة وبالعمارات وبما ادري ويش والى اخره وترتاح، ما بتشتغل لا من الصبح ولا الخير بو عندي ما يخليك تشتغل الى تموت، ما محتاج لك تشتغل، خذه واعطيني الاولاد. جلس يتحاتروا الجماعة. قال له ما اقدر. قال له عرفت عقب اني انا ما انه بنت تملكه وانا ما ملكه؟ عرفت من بفايز فينا الحين؟ انت ما طايع تتخلى عن ملكك، وانا من باكر اتخلى، من تو متخلي عنه، بس اعطيني طفل، اعطيني اطفالك. قال له لا والله صحيح اني انا ابو املك، ما انت تو عرفت. قال له زين بعد نازيدك بالشعر بيت عندك 6 5 حالك، انا ابغى واحد منهم واتبناه بعد ما ولدي اتبناه، لكنه خلاص انت انساه، وهذا الولد بيكون حالي انا وانت حالك، ذا الخير كله شله. مرة ثانية قال له ربيعه، يقول له صفقة والله حلوة يعني، تقدره؟ الرجال يضرب أخماس فسداس، يضرب أخماس فسداس، مو هذا. أقول فكر وفكر. قال له ما أقدر. قال له تعرف إذا أنت ولد من أولادك ما ممكن ولو تعطى الدنيا كلها بما فيها إنك تبيعه، ما إلا مالي أنا، الدنيا بما فيها من ذهب وسيارات وعمارات، يقولوا لك اعطينا ولدك وتفضل هذا حالك. من مستعد؟
ما حد مستعد أيها الإخوة. إذن الله أعطانا ولا ما أعطانا؟ أنت أيتها الأخت الكريمة التي رزقت الأولاد، الله سبحانه وتعالى أعطاك أم لا؟ إذن هذا الرب الكريم الذي أعطاك أضعاف أضعاف ما يتمناه البشر، هل في يوم من الأيام رفعت يديك إليه وقلت ربي لك الحمد والشكر على نعمة الأولاد؟ اللهم اجعلها ذرية طيبة تعبدك ولا تشرك بك شيئا، يا رب بارك لي فيهم، يا رب اجعلهم ذرية طيبة. أنت تروح إلى البيت تحصل حرمة تطبخ لك، وحرمة ما شاء الله مطيعة، وحرمة ما شاء الله من بعيد تحييك، وحرمة قائمة بواجبك. أتعلم أنه هناك في الكرة الأرضية ملايين الخلق لا يملكون زوجة لا يملكون، والبعض اللي عنده زوجة مطلعت له عينه، طلعت له عينه، والبعض عنده زوجة وهي بعيد عن الله سبحانه وتعالى، مجرد أن يخرج هو عن بيته خانته وفعلت. الله سبحانه وتعالى جعلك مستقر النفس، الله سبحانه وتعالى جعل لك ذرية طيبة وإنسانة طيبة مسلمة، تتوق إلى مثل هذه الدروس، تتوق إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، تخاف من اليوم الآخر. إذن الله حفظ لك عرضك ولا ما حفظه؟ حفظه ولا ما حفظه؟ هل هذا الله سبحانه وتعالى أنت تحبه؟ هل أحببته؟ هل في يوم من الأيام قلت له يا رب إني أحبك؟ كلكم هل في يوم من الأيام واحد قال يا رب إني أحبك يا رب؟ هل في يوم من الأيام قلنا يا رب أنا أحبك يا رب أعطيتني الكثير، يا رب ما جعلت من نعمة إلا وأعطيتني، يا رب أغدقت علي بالأولاد وأغدقت علي بكل شيء، أموال شيء، سيارات شيء، بيوت شيء، يا رب كم من لا مأوى له، وكم من لا رفيق له، وكم من لا مأوى له، يا رب أنا أتقلب في نعمك، يا رب حقت لك محبتي، يا رب حقت لك محبتي. هل في يوم من الأيام فعلا تكلمت كذاك أمام خالقك واعترفت له بهذه النعم كلها؟ أنت الحين في هذا المسجد الناس تتمنى تجي مكانك ما تقدر، اللي مشلول واللي ما يقدر يجلس ظهره يعوره، واللي مسوي عمليات، واللي في المستشفيات، واللي في ما أعرف فين، واللي ما عنده سيارة، واللي شغلتنا الدنيا. الله سبحانه وتعالى اختارك من هذا البشر كلها، جسد معافى، مركوب موجود، دابة موجودة، سيارة موجودة، تأتي وتجلس وانت الحمد لله بخير وعافية. هل قلت يا ربي لك الحمد على نعمة العافية؟ يا رب كم من إنسان مشلول، يا رب كم من إنسان مريض، يا رب كم من سقيم في المستشفيات، وأنا وأولادي اصطفيتنا من بين هذه الخلائق، خليتنا صحيحين ومعافين ما فينا شيء، يا رب لك الحمد وجبت لك محبتي يا رب. هل في يوم من الأيام قلت هذا؟ هل في يوم من الأيام فعلا استشعرت هذا؟ هل في يوم من الأيام نعمة الإسلام أيها الإخوة، ناس تسجد لفئران، شفناهم فئران في فار يسجد له ويعبده. الله سبحانه وتعالى ما رضى لك أن تسجد حتى للبشر ولا للملائكة، ما رضى لك إلا أن تكون مكرما